السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الحال والاحوال. جيت لكم اليوم فيديو جديد ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، اللي هو هذا الكيك هذا نمبر كيك كما كتشوفوا معايا بالفخيز. كيجي غزال بواحد الجينواز اللي كتجي ناجحه من اول تجربه. المذاق ديالو كيجي رائع بزاف وما كيجيش ثقيل. نتمنى انكم تجربوه. خليكم معايا بالمقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجوا 4 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ كما كتشوفوا معايا، البيضات متوسطه الحجم. وغادي نحتاجوا ايضا البنات كاس ديال العنبه مع مرش بسكر سنيده. غنخلي لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف. عندنا هنايا سكر فاني كما كتشوفوا معايا. غادي نحتاج واحد القبيصه صغيره ديال الملحه. صافي غادي نخلط هاد المكونات هادو كما كتشوفوا معايا مزيان. وضروري البنات انكم تخلطوهم اما بالخلاط الكهربائي اما بهاد العجانه هادي، هكا باش كتطلع البيض ديالكم كيتبدل ليه اللون. هذا هو السر ديال النجاح ديال الجنواز ديالكم. ضروري تبقاو تضربوا مزيان كما كتشوفوا معايا حتى كيتبدل لكم اللون ديال البيض وكيولي من صفر غامق الى كيولي داك الصفر فاتح جدا. عاد غادي نضيفوا ليه باقي المكونات. صافي البنات، من بعد ما استمرت واحد 5 ديال الدقائق ما كاملاش ديال التحراك كما كتشوفوا معايا حتى كيطلع معنا البيض وكيعطينا هذا القوام هذا. ضروري البنات يعطيكم هذا القوام هذا باش تنجح معكم الجينواز ديالكم، سينو ما غاديش تجيكم مفشفشه وغتجيكم مدقصه من الداخل. من بعد غادي ناخذ واحد الغربه اللي غادي ندير فيه الدقيق ديالي كما كتشوفوا معايا. انا ضفت هنايا الكاس الاول ديال الدقيق، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى. وغادي نضيف نصف كاس ديال الدقيق، عندي كاس ونص ديال الدقيق هو اللي غادي نحتاج في هذا الجينواز هادي. ولا نتوما بغيتو ديروا جينواز اكبر غادي تضاعفوا الكميه ديال المقادير اللي عطيتكم كاملين. صافي غادي نحاول نحرك بهذا الشكل هذا بشكل دائري من الفوق للتحت، هكا باش ما يتهرش ليا البيض ديالي ويهبط لينا، وتبقى لكم يعني الجينواز ديالكم مفشفشه من الداخل. ولا مشات هبطت لكم هبط لكم داك البيض البنات وتهرس راه ما كتصدقش معكم الجينواز. صافي هنايا خديت لاطه اللي غادي نديرها في الفران. غادي نحاول نوزع فيها مزيان كما كتشوفوا معايا. درت ليها بعدا بابي كويسون هكا باش ما تلصقش معايا، ووزعتها مزيان في اللاطه ديالي كما كتشوفوا معايا. صافي ضروري تضربوها شي شويه هكايا باش يخرج منها الهواء، وغتدخلوا على الفران من الفوق ومن التحت حتى كطيب لكم. كتعطيكم هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، كتجي رقيقه وكتجي زوينه. يعني من الاحسن تكون رقيقه، الا جات غليظه بزاف كتجي مدقصه وما كتجيش زوينه. المهم كل واحد على حسب الاختيار ديالو كيبغي. انا هنايا غادي نحتاج 2 ديال الجينوازات بحال ما هذا الشكل هذا باش نصايب رقم 4 على 2 ديال الطبقات كما كتشوفوا معايا. كتجي على هذا الشكل هذا وكتجي غزاله ورطيبه. صافي البنات غادي ندوزو باش غادي نحضروا لا كريم كما كتشوفوا معايا. هاد لا كريم هذه البنات كتجي ناجحه 100%، هي اللي كنعتمدها انايا في الكيكات ديالي كاملين ديال لانيفرسير ولا ديال اي مناسبه. كيجيو غزالين بزاف. عندي هنا 30 سنتيلتر الاولى ديال لا كريم ليكيد، عندي هنا 30 سنتيلتر الثانيه اللي هي 60 سنتيلتر ديال لا كريم ليكيد كما كتشوفوا معايا. لا كريم ضروري البنت تكون بارده مزيان مزيان، والبول فاش غادي تطلعوا لا كريم ديالكم حتى هو يكون بارد. هذا هو السر باش كيطلع معكم لا كريم ديالكم وكتجيكم ناجحه. عندي هنايا 200 غرام ديال لا كريم ماسكاربون كما كتشوفوا معايا، حتى هي بارده البنات من الثلاجه. ضروري كلشي يكون بارد باش تطلع معكم لا كريم وتنجح معكم. عندي 200 غرام واحده اخرى ديال لا كريم ماسكاربون. ممكن تعاودوا البنات فيلادلفيا البنات اللي كاينه في المغرب. وهنا ضفت واحد 2 معالق اولا 3 المعالق كبارين ديال السكر سنيده كما كتشوفوا معايا، على حسب الذوق. كاين اللي كيبغيها حلوه، كاين اللي كيبغيها ما تكونش حلوه بزاف. صافي غنبدا نطلع فيها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. يعني عادي غادي تخدموها. الا اعتمدتوا البنات هاد الكريم هادي راه غتنجح معكم دائما، ويعني ما غاديش تحشمكم. اول مره غادي تطلعوا فيها لا كريم راه غتنجح معكم. غير كلشي يكون عندكم بارد، وحاولوا ما تكونوش كيما قلت لكم ما يكونش الفران شاعل يعني في الكوزينه فاش تكونوا كطيبوا.
يعني باش ما تهبطش معكم لا كريم وتنجح لكم، سينو راه ما غاديش تطلع معكم، واخا طربوا حتى تعيا ما غاديش تصدق لكم، غادي تجيكم جاريه وما غاديش شاده في راسها، ومن غديروها في الجينواز غتبقى تسيل لكم من الجناب. صافي غادي نستمر بهذا الشكل هذا حتى كتطلع ليا كما كتشوفوا معايا وكتشد راسها. هانتوما البنات كي كتجي واخا كتقلبوها ما كتكفح ما حتى شي حاجه وكتجي غزاله بزاف. صافي هنايا من بعد ما قطعت الرقم 4 يعني على حساب لانيفرسير ديال بنتي اللي عندها 4 سنين، كملات 4 سنين الحمد لله. هنايا غادي نسقيها بالسيرو اللي درت فيه الماء والسكر غير باش ترطب ليا داك الجينواز. صافي غناخذ واحد لابوش كما كتشوفوا معايا وغادي نعمرها بداك لا كريم. الا بغيتو ديروها البنات يعني بلي كولور زيدوا تضيفوا معاها لي كولور حتى هي اختياريه بطبيعه الحال. صافي غادي نعمر هاد لابوش كما كتشوفوا معايا ونحاول ندير هاد النقيطات هكايا بلا كريم. كلشي واضح لكم في الفيديو البنات، الا ما فهمتوش شي حاجه حطوها ليا في التعاليق وان شاء الله راه غادي نجاوبكم كاملين. انا كنحاول نشرح لكم ونتمنى نكون وصلت لكم الفكره. غنستمر بهذا الشكل هذا البنات حتى نسالي الطبقه الاولى كامله بلا كريم كما كتشوفوا معايا. يعني هذا الكيك هذا نمبر كيك كيكونوا فيه جوج ديال الطبقات. يعني الطبقه الاولى كنديروا فيها لا كريم كما كتشوفوا معايا من الوسط، الطبقه الفوقانيه حتى هي كنديروا فيها لا كريم صافي وكيعطينا منظر زوين وكتقدروا تذوقوها من الداخل كما غندير انايا بشي شويه ديال لي مورسو ديال الفريز كتجي ليه واحد المذاق غزاله البنات. الا ما توفرش عندكم الفريز ولا بغيتو تصايبوا هاد نمبر كيك في يعني في الموسم ما كاينش الفريز ممكن انكم تعوضوه بلي مورسو ديال الشكلاط حتى هما كيجيو زوينين. صافي انا خديت هاد النويص هذا ديال الاربعه اللي ما قدنيش صافي ديبانيت قطعت واحد الجنيب ولصقت هذاك الطرف من الهي ولصقت هذاك الطرف من غادي نديروا لا كريم كما كتشوفوا معايا راه ما غاديش يبقى يبان. صافي غنستمر نفس الشكل اللي درت لتحت غادي نديرو الفوق. صافي نحاول نغطي هذوك البلايص كاملين اللي درت فيهم هذوك الديباناج ديال الكيك وزوقتهم هنايا بشي شويه ديال الورق ديال النعناع وشي شويه ديال لي ماكارون وشي شويه ديال الفريز. كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا البنات كيجي رائع بزاف بزاف وسهل في التحضير ما كياخذش معكم الوقت بزاف. ممكن تحضروا جينواز يعني بالليل الغد ليه يعني تبقى لكم غير لا كريم وديروها حتى هي كتجي غزاله وكتحيدوا عليكم الروينه. كما كتشوفوا معايا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال نمبر كيك ديالنا كيجي غزال صراحه والله العظيم بالبنات الناس اللي كلاو عندي شكروه وكيجي خفيف وكيجي غزال. نتمنى انكم تجربوه وعطيتكم جميع الاسرار باش ينجح معكم. شكرا بزاف البنات على التتبع ديالكم الى الاخر ديال الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك باش تشجعوني وتشتركوا في القناه الا مازال ما اشتركتوش باش توصلوا ان شاء الله بكاع الجديد. شكرا بزاف على التتبع ديالكم. نلقاكم ان شاء الله في فيديو قادم. ما تنساوش كما العاده الله يرزقكم من حيث لا تحتسبون. الى اللقاء.